المختلفة. يعني احنا بنقدم الكورس ده تحت إشراف شركة ميد بلس. شركة ميد بلس الحقيقة شركة ممتازة جدا، وتهتم بالسادة الأطباء الزملاء، وبتقدم لهم الخدمات المطلوبة، سواء كان من تكنيكال سبورت أو من تقديم المحاضرات المطلوبة بشكل يعني بروفيشنال ومهني. أنا اسمي الدكتور محمد زكريا، إن شاء الله أكون معاكم في كورس البيسز. طبعا إحنا يعني في الكورس ده بنقدم medical education لكل الأطباء من جميع أنحاء العالم اللي داخلين امتحان البيسز. أولا قبل ما نبدأ المحاضرة التعريفية، أنا أحب أهنيكم على حضوركم الكورس، أو حضوركم أتليست المحاضرة التعريفية، وده معناه إن أنتوا you already passed part 1 and part 2 examination. فده في حد ذاته يعتبر achievement و congratulations for your success. وطبعا ده معناه إن أنتوا you did a very good job in terms of preparation. بالنسبة لامتحان البيسز يا جماعة، احنا طبعا عارفين كويس قوي مع يعني ايه membership of the Royal College of Physicians of UK. ده يعني الحقيقة موضوع مهم جدا، لأنه احنا طبعا كلنا عارفين الميديكال education is variable throughout the world. يعني هو كلمة medical education اللي هو التدريب الطبي. التدريب الطبي ده يعني انت دلوقتي بتتدرب as a doctor، وكلمة دكتور هنا بتختلف كتير قوي في دول مختلفة. بداية من الدكتور اللي هو الطب العربي بقى، اللي هو بيكوي وبيدي أعشاب، نهاية للدكتور اللي هو الالترناتيف ميديسين، اللي هو بيشتغل بحاجات بعيدة عن الكيميكالز. وطبعا الدنيا دي مختلفة خالص، والناس كلها ليها آراء مختلفة. فعشان الدكتور يثق فيك ويشوفك من زاوية ان انت يعني someone professional، محتاج ان انت تبقى labeled as part of a community. الكوميونتي ده هو الرويال كوليج. الرويال كوليج الحقيقة very prestigious community. Once you are a member of the Royal College، معنى كده ان الرويال كوليج already examined you and trusted you as a member and a representative of the Royal College. تمام. احنا دلوقتي عندنا البريزيدنت اوف ذا رويال كوليج دكتوره ساره كلارك. الحقيقه دكتوره ساره من الدكاتره رئيسة الكلية الملكية دلوقتي، هي من الدكاترة المعروفين جدا، وبتشتغل استشارية أمراض قلب، يعني زميلة لينا الحقيقة، وهي intervention cardiologist. دكتورة سارة من الدكاترة اللي هي قلبها على التعليم الطبي، بس الحقيقة very meticulous. يعني دكتورة سارة يعني عايزة quality، هي أصلا leader of quality. فأنت كلمة quality دي مهمة جدا، وأنا للأسف الشديد مش شايف quality في الميديكال education في الميدل ايست. فاحنا طبعا دي يعني الحقيقة عندنا مشكلة في الكواليتي. Practice in medicine is a serious business. سيريس بزنس يعني ايه يا جماعه؟ يعني الموضوع مش بالسهوله اللي انت تتخيل ان انت دكتور وخلاص الدنيا خلصت على كده. لا، الموضوع زي ما انتم عارفين محتاج فعلا دقه متناهيه وبروفيشناليزم. فاحنا بالتالي عندنا دلوقتي مشكله كبيره. ايه هي المشكله؟ ان انا دلوقتي عندي variable quality من different parts of the world. تمام. ايه بقى قصة الفاريابيليتي اند كواليتي دي يا جماعة؟ احنا دلوقتي في عندنا دكاترة متعلمين من اماكن ايه اللي بيحصل؟ الدكاترة متعلمين من اماكن مختلفة كتيرة جدا. تمام. فاحنا دلوقتي حضرتك الموضوع ده زي ما انتم عارفين كده بيبقى فيه فاريابيليتي. عايزين احنا بقى يعني نخلي القصة دي كلها فوكست، وتبقى الموضوع نون فاريبل. يعني ايه نون فاريبل؟ يعني الموضوع كله هيكون بنفس الكواليتي. فهو ده الحقيقه موضوع البيسز اكزامينيشن. احنا دلوقتي امتحناكم في بارت 1، امتحناكم في بارت 2 ريتن، يعني شفنا المعلومات بتاعتكم عامله ازاي، وانتوا عملتوا اللي عليكم وزياده وذاكرتوا. طيب تعالى دلوقتي بقى ننزل البحر مع بعض كده ونشوف هتتصرف ازاي مع المريض. يبقى هي الفكرة كلها يا جماعة انه انت يعني you are required to show a reliability.
reliability and trustworthy. لاحظ ان انت المريض اللي هيجي لك ده ممكن يكون اكبر منك في السن، ممكن المريض ده يكون معلوماته اكتر من معلوماتك، ممكن يكون عنده باك جراوند مختلف عن الباك جراوند بتاعتك، والتراست ايشو از ا بيج ديل. في عندنا مشاكل كتيره جدا في الان اتش اس، زي ما طبعا دي حاجه ما تخفاش على حد. الان اتش اس دلوقتي بيقابل كرايسيس، والدكتوره ساره قالت الكلام ده لما مسكت رئيسه الكليه الملكيه. قالت احنا دلوقتي بنواجه كرايسيس في الان اتش اس، وهي she promised ان هي at least from the medical education part we will start to criticize and scrutinize the medical education to produce a quality doctor. فانت المطلوب منك في النهايه الكواليتي. يعني بصوا يا جماعه، انتوا بتدخلوا الامتحانات وبتركزوا على قصه الايه المعلومات دي اخر حاجه ممكن الواحد يهتم بيها. طبعا اكيد معلومات مهمه جدا، مفيش شك ان المعلومات مهمه، بس مش هي دي اللي احنا عايزينها. Arrogance and treating patients in a manner that is not acceptable is a big deal. You immediately will not be a member. You will be prohibited from being a member of the Royal College. Royal College يا جماعة محتاجة trustworthy physician. العيان الإنجليزي بيبقى له طريقة معينة في التعامل. مهم جدا ان انت تعرف الخلفية بتاعت العيان الإنجليزي، ازاي هتتعامل معاه. القصة مش قصة يا جماعة، ابدا مش قصة معلومات وخبرة. الناس كتيرة جدا بتدخل امتحان وتسقط، تقول طب انا سقطت ايه، انا راجل علامه في الطب ومعلوماتي كلها صح وجاوبت كل الاسئله صح. ممكن ان انت تعاملك مع المريض بطريقه رف شويه، او بطريقه arrogance، او بطريقه معينه، يعني you did not show interest in your patient، هتروح على طول ايه طالع بره الجروب. لان احنا في ال NHS لقينا فعلا في حاجات كتيره قوي بتحصل ملهاش اي لازمه، والناس اشتكت. لاحظ ان احنا في النهايه بنقدم خدمه. طبعا انتوا كلكم يعني بتتكلموا من ناحيه العيان هو اللي بيجي لي، هو طالب الخدمه دي، فانا بالتالي انا المسيطر. لا، انت بتخدم العيان، يعني انت بتقدم سيرفيس، يعني انت لازم تدي سيرفيس دي بكواليتي، والعيان بيبتدي يعمل ايه؟ يعمل اسسمنت كواليتي. هتلاقي بقى جاي لك في الامتحان سيرجتس، جايبين سيرجتس يا جماعه فيري اجريسيف. يعني هتلاقي العيان ينرفزك نرفزه غير طبيعيه، وهتلاقيه انجري، وتيجي تساله سؤال تقول له انت بتاخد دواء ايه، يقول لك انت مالك، او انا ما خدتش الدواء، او الدواء بيتعبني، بطريقه طبعا تنرفز. انت هتستغرب، معلش هو ده اللي بيحصل في الواقع، واحنا عايزين نشوف الموضوع ده. على العموم دي كانت المقدمه عشان بس ادي فرصه الناس كلها تشترك. وانتوا طبعا سمعتوا الالارم اللي عمال يحصل في المحاضره بسبب الايه الانتري بوينت. فاحنا دلوقتي هنرجع تاني نلخص اللي احنا قلناه في المقدمه عشان ندي المحاضره بقى كلنا موجودين. أنا اسمي الدكتور محمد زكريا، وهكون معاكم في البيسز اللي بيقدموا شركة ميد بلس أكاديمي. هنبتدي بقى المحاضرة زي ما انتم شايفين كده. أول سلايد هنتكلم على الكونتنتس الميد بلس كورس. إيه هو الكورس ده؟ إيه البيزكس اكزامينيشن بتاع البيسز. before the station هيكون فيه إيه؟ during the station هيكون فيه إيه؟ what is being tested and how to prepare to pass the paces with confidence and 100% guarantee. هنقول لكم ازاي بيحصل الماركينج، وهتشوفوا من خلف الكواليس ازاي الاكزامينرز بيواجهوا صعوبه زي ما انتم بتواجهوا صعوبه. يعني الكانديديت والاكزامينرز ار بوث بريشرد. انتوا ما تفتكروش ان انتوا بس از كانديديت هيكون عندكم صعوبه، احنا از اكزامينرز برضو بنواجه صعوبه كبيره جدا عشان نحدد مين الباس ومين الفيل. PACES, the practical assessment of clinical examination skills, is designed to test the clinical knowledge and skills of trainee doctors who hope to enter higher specialty training اللي هو ال ST3. فعشان انت تدخل ST3 وتبقى a specialty registrar لازم تدخل الانتري اكزام اللي هو ال MRCP عشان نعمل لك assessment وتبقى كده qualified. You must have passed the part 1 written exam within the last 7 years before taking the PACES. يبقى انت كده في عندك ايه؟ في عندك مدة معينة ما تقدرش تعديها. The exam sets regular standards to ensure your competence across a range of skills and you are ready to provide a high standard of care to patients. بص بقى تحتيها 5000 خط اللي هي high standard of care to patients.
definition of high standard of care مش شرط ان انت راجل بروفيسور جاي تقدم the cutting edge of research. مش هو ده اللي احنا طالبينه في الرويال كوليج. اللي احنا طالبينه في الرويال كوليج ان انت تبقى عارف ايه ال aim of serving the patient under the umbrella of NHS. انت في النهاية هتشتغل في ال NHS وهتبتدي تدينا كواليتي، وهيبتدي الاسسمنت هتيجي منك انت. فاحنا عايزين دلوقتي الهاي ستاندرد اوف كير ده يكون بالطريقه اللي متوقعها المريض الانجليزي. ودي بقى المشكله بتاعت الايه انترناشونال كانديديتس، لان الانترناشونال كانديديتس ما عندهمش الكالتشر بتاعت الايه البريتش بيشنت. طب تعالى نشوف بقى ايه البيسز دي، يعني ازاي هنمتحنكم. ما احنا يعني مشكله الام ار سي بي اكزامينيشن ان انت ما اتدربتش اندر اور فيجن. يعني مثلا في الامريكان بورد ولا في السيستم اللي فيها بورد، الزمالات بصفه عامه انت بتكون بتتدرب اندر اور سوبرفيجن، بنشوفك كل يوم وبنشوف طريقتك ازاي. انما في الام ار سي بي ما بتشوفش الكلام ده. فانت بتدخل ريتن اكزام وبتجي لنا في البيسز وبنشوف بنعمل لك اسسمنت. فطبعا الاسسمنت لازم تكون فوكست. عشان كده الاسسمنت اتغيرت كتير جدا. يعني انت لو تفتكر الام ار سي بي كانت بتمتحن ازاي زمان وبتمتحنها ازاي دلوقتي، هتلاقي فرق رهيب. يعني فور اكزامبل مثلا احنا كنا بنمتحن مثلا لونج كيس في ساعه، وشورت كيسز على حسب انت متخلصها ازاي بسرعه، يعني فوكست اكزام. طب ساعة دي مين اللي هيقعد ساعة مع العيان في الوقت ده؟ احنا بالكتيرة خالص بنقعد 10 دقايق 5 دقايق بالكتيرة خالص. الوقت بقى ايه صعب جدا. وانت شايف ال NHS علشان توصل تاخد دورك ان الدكتور يشوفك في زحمة وفي لونج ليست اوف ويتنج. فالكيو ده هو طبعا عامل بريشر علينا، فبالتالي قللوا الاكزامينيشن ديوريشن، فاتغيرت الاكزام بقى هاف داي اكزامينيشن يعني 125 دقيقة، و takes place in a clinical setting hospital or clinical skill center assesses 7 core skills. وهي دي بقى السكيلز اللي احنا عايزين ايه نتاكد منها. هي السكيلز يا جماعه هي نفسها السكيلز اللي انت بتستخدمها in every day، اللي هي الهيستوري، الفيزيكال اكزامينيشن، اللي هو الاسسمنت او الديفرنشال دايجنوزز، البلان اللي انت بتعملها او الفورميليشن اوف ذا بلان including investigation and. بس اهم حاجه انه how to handle the patient welfare and how to answer the questions about the patient. فدي 7 skills هنتكلم عليها بالتفصيل، وهي دي ال 7 skills اللي احنا بنستخدمها in everyday practice. فهي ما هياش حاجه جديده علينا، بس احنا عايزين نحط emphasis على certain point that the Royal College is actually required to have in the candidate to pass the examination and become a member. ففي عندنا 8 patient encounter. ال 8 patient encounter دولت بياخدوا درجات. الدرجة من 2 دي الماكسيمم سكور 2، يبقى أنا عندي هنا 8 في 2 ب 16، و2 examiners الاكزامينرز 2 في 16 ب 32. يعني انت لو عملت الاسسمنت على ال 8 بيشنت هتاخد 32. فمش كل السكيلز بنعمل لها اختبار او بنعمل لها اسسمنت في كل الستيشنز، انما الستيشنز اللي فيها الاول 7 سكيلز الدرجه النهائيه تبقى من 32. طبعا انت لو جبت 32 دي تبقى حاجه حلوه جدا، بس هو لازم يو هاف تو باس. فهي ممكن احنا ندي لك درجتين او ندي لك درجه لو كنت ساتسفاكتوري، بس مش 100% يعني. انما لو خدت زيرو يبقى خلصت كده، ولو خدت زيرو في اي سكيل خلاص الامتحان كله باظ. فعشان كده يا جماعه الموضوع فيري كريتيكال. تعالى بقى نشوف الاولد بيسز. طبعا اول لما بدانا قصه البيسز دي كانت شغلانه كبيره جدا. ليه؟ لان كان عندنا الامتحان عباره عن لونج كيسز، شورت كيسز، وفايفا. اتغيرت القصه دي ليه؟ لان لقينا انه في ناس كتير قوي بيقول لك this is unfair ومش عارف ايه، والدنيا تو اكزامينرز مش هيبقوا كويسين وده مضطهدني ومش عارف ايه. فعملنا البيسز اكزامينيشن، ودي طبعا كانت الدكتوره جين. هم على فكره الدكتوره ساره هي رابع فيميل بريزيدنت. الدكتوره جين كانت برضو involved in the medical education وكان ليها الفضل في الموضوع ده. الدكتوره ساره الحقيقه احنا متوقعين انها تعمل revolution in the MRCP. يعني كلنا طبعا بنحترم الدكتوره ساره جدا. she is really hyperactive in medical education. It's a really big plus for the Royal College. فالبيسز احنا اول ما بدات كانت عباره عن 5 ستيشنز زي ما انتم شايفين كده. وكانت الستيشنز عباره عن ايه؟ سيستمز، يعني كلينيكال اكزام سيستم اللي هم الفور كور اكزامز: ريسبيراتوري، ابدومينال،
cardiovascular neurological. دول الاربعه فور اكزامز دول موجودين معانا في اي امتحان، تمام. بس كان في بقى ستيشن الهيستوري، ستيشن كامله للهيستوري، يعني 20 دقيقه تاخد هيستوري، وستيشن كامله كوميونيكيشن والاثكس، وستيشن بقى رقم 5 دي اللي هي البريف كلينيكال كونسلتيشن. دي كانت بقى ديزاستر، يعني كانت اكبر مصيبه في البيسز للاكزامينر والكانديديت الاثنين. يعني كان الكانديديت ستريسد وبريشرد، وكان الاكزامينر ستريسد وبريشرد ات ذا سيم تايم. فكانت الحقيقه المشكله كبيره جدا في الموضوع ده. وبعدين بدأ القصه بقى، جالنا الكوفيد، وبدأنا بقى as a consequence of the ongoing COVID situation introduction. جاء بقى البيسز، نيو بيسز اللي هي 2020 علشان موضوع الكوفيد. فبدأنا نغير الستيشنز، رجعنا بقى عملنا ستيشن 1 communication 10 minutes وريسبيراتوري 10 minutes، وستيشن 2 consultation، ستيشن 3 cardiovascular ونيورولوجي، وستيشن 4 communication and abdominal، وستيشن 5 consultation. فده كان الايه بدايه التغيير اللي هو البيسز 22 carousel. لغايه اما جينا بقى في البيسز كارسل 2021، وشفنا برضو نفس القصه اللي هو respiratory abdominal history taking وcardiovascular neurological، وبعدين communication skills وethics، وستيشن 5 اللي هي brief clinical encounters 2 cases. برضو الدنيا كانت very stressful، وما كانش فيه الحقيقه يعني comfort or relief from both the candidate and the examiners both. يعني الحقيقه كانوا الاثنين متضايقين جدا من القصه دي. فغيرنا بقى الطريقه دي، اللي جبنا بقى النيو بيسز اللي هو 2023، اللي هي بدات في اخر الدايت في 2023، تمام. يعني بص اللي حصل تغيير ايه، يعني ستيشن 1 كانت ريسبيراتوري ابدومينال، بقت كوميونيكيشن وريسبيراتوري 10 مينت كوميونيكيشن. وخلي بالك ان الكوميونيكيشن هنا بقت 10 minutes، الاكزامينرز مش هيعمل حاجه غير ان هو يتفرج عليك بس، انت قاعد مع السيرجت، عاده بيكون سيرجت يعني بيكون واحد ممثل، وبيدي لك انت هتعمل ايه معاه، مطلوب منك ايه، وبعدين تبتدي تتكلم مع الايه مع السيرجن دوت، تمام. هتقعد بقى في الكوميونيكيشن دي 10 minutes، وهندي لك ايه وورنينج كده ان 2 minutes قبل ما يخلص الامتحان، بس مش هنتكلم معاك خالص، مفيش اي ديسكشن. احنا بس ايه هنشوفك بتسأل ايه وبتتكلم ازاي وبتعمل ازاي مع المريض، وابتدي ايه تحط الدرجه. وبعدين ال10 دقائق التانيين ريسبيراتوري اكزامينشن، كلينيكال اكزامينشن عادي خالص زي اي حاجه 10 minutes. 10 minutes ازاي يا جماعه؟ 6 انت تعمل فيها الاكزامينشن كلينيكال اكزامينشن، واربعه نعمل فيها كويستشن نسالك، يعني نسالك فيها في 4 دقائق، يعني ندي لك وورنينج انه خلاص خلصنا يلا نسال، ونسالك وتخلص خلاص، وتروح داخل على الستيشن اللي بعديها ستيشن 2 كونسلتيشن. دي بقى الحمد لله حاجه جميله جدا، بنعتبرها زي اللونج كيسز كده زمان، تمام. بس ايه 20 دقيقه 20 دقيقه بس، خد بالك 20 دقيقه مش ساعه زي الاول، لا هو 20 دقيقه. ما اصل انت يعني انت دلوقتي لما بتشوف العيان بتشوفه فين؟ انت يا اما بتشوفه في الامرجنسي روم في اكيوت ميديسين، يا اما بتشوفه في الكلينيك، يا اما بتشوفه في الوورد، يا اما بتشوفه از كونسلتيشن من ايه من اذر سبيشالتي. انت لما بتشوفه في الوورد هو الادميشن شيت دي تاخد وقت فعلا، يعني كنا بندي لك ساعه علشان هي دي اللونج كيس ان انت بتاخد وقت، بس برضه مش عايزين اكتر من 20 دقيقه علشان ايه التايم از فيري بريشيوس في الان اتش اس. فبالتالي هي 20 دقيقه كونسلتيشن، هتاخد هيستوري، هتعمل فيزيكال اكزامينيشن، هتعمل فورميليشن للبلان، وبعد كده هندي لك وورنينج، وتخلص على 15 دقيقه، وخمس دقائق هنعمل ديسكشن معاك، تمام. بعد كده تدخل على ستيشن 3 كارديوفاسكولار سيستم نيورولوجي، نفس القصه كلينيكال اكزام، فبالتالي هتبقى 6 دقائق واربعه. بعد كده هتدخل على الابدومينال وكوميونيكيشن، الابدومينال برضو 6 دقائق واربعه ديسكشن، الكوميونيكيشن 10 دقائق لوحدك، مفيش يعني الاكزامنرز مش هيسالك حاجه، ودي حاجه مهمه جدا. يعني احنا برضو كان الاول الكوميونيكيشن الاثكس الاكزامنر بيسالك، طب ليه يعني يسالك ليه؟ ما خلاص انت عملت الجوب بتاعك، احنا الهدف من الكوميونيكيشن انت are you communicating effectively and well مع البيشنت ولا لا. انا مش شرط بقى، مش شرط اعمل لك assessment لحاجه ثانيه، I'm trying to focus on your way of communicating with the patient. وبعد كده ستيشن 5 consultation زيها زي ستيشن 2. فالحقيقه البيسز 23
ده هيبقى good news for everybody. يعني اللي دخل قبل كده البيسز وما حلفوش الحظ وداخل دلوقتي البيسز، I think this is the time to pass. ليه؟ لأنه الحقيقة الامتحان دلوقتي بقى جميل جدا. فالكاروسيل of paces station زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، عبارة عن 5 minute interval اللي بتبقى ايه راحة قبل الستيشنز. بنبدأ بستيشن 1 اللي هي communication 10 minutes و respiratory 10 minutes، يبقى دي عندك 20 دقيقة. وبعدين تريح 5 دقايق، وبعدين تدخل على ستيشن 2 كونسلتيشن 20 دقيقة، وبعدين تريح 5 دقايق، تدخل على ستيشن 3 20 دقيقة كارديوفاسكولار نيورولوجي، تريح 5 دقايق، وبعدين تدخل على ستيشن 4 ابدومينال وكوميونيكيشن دولت 10 مينت 10 مينت، وبعدين تريح 5 دقايق وتدخل على ستيشن 5 اللي هي ايه كونسلتيشن 20 مينتس، وتكون خلصت بقى ايه خلصت البيسز. وطبعا اليوم ده هيبقى يوم تاريخي في حياتك ومش هتنساه طول عمرك، لان ده هتبقى بالظبط كأنك داخل الحرب مع الايه مع الرويال كوليج. وطبعا once you win we will make you a membership of the Royal College، وخلصت خلاص. مفيش عندنا حاجة زي الزمالات والبوردات اللي هو ايه recertification، هي one time assessment. تمام. So what's being removed in station 2? The history taking station was considered to be artificial, with structured history taking skills being tested in isolation and not representative of the modern practice. صح كده ولا لا؟ يعني كلنا متفقين ان ده فعلا مش هو اللي بيحصل في المودرن براكتس. يعني ما بتقعدش انت تاخد هيستوري 20 دقيقة، ايه ده؟ مفيش حاجة كده، انت بتاخد هيستوري ده انت لو اخدت هيستوري في 3 دقايق يبقى كتر خير الدنيا. ده هتلاقي الممرضة عمالة تخبط عليك، وتلاقي الناس بتقول لك في زحمة والعيان اللي جاي بيشتكي وخناقة على باب العيادة، والدنيا هتبقى زحمة جدا. فحكاية 20 دقيقة دي وقاعد براحتك ده حلم يعني، يا ريت يا ريت يحصل بس ما بيحصلش. فشلنا الموضوع ده وخليناه براكتيكال. Station 4 اللي هي 20 minutes for a single communication and ethics encounter was felt to be rather long, and in particular the 5-minute examiner candidate interaction added little value to the overall assessment. The Station 5 testing all 7 skills in an integrated manner was very like real life but was very pressured in 10 minutes. Station 5 دي كانت nightmare. اللي دخلوا قبل كده paces عارفين يعني ايه كلمة ستيشن 5. زي بالظبط كانت الشورت كيسز بتاعت زمان. ايام زمان الشورت كيسز دي كانت نايت مير. يعني انت بتدخل شورت كيسز، لو بدأ الامتحان بالشورت كيسز خلاص انت اعصابك باظت يعني. فهي الستيشن 5 كانت كده. وطبعا انت كان ممكن تدخل في الكاروسيل دي في اي لحظه، يعني ممكن تبدأ بستيشن 5 فهيبوظ لك اليوم كله. فطبعا كان very very pressured station، والحمد لله انها اتشالت. وده طبعا يعني كان قرار مناسب جدا وقرار حازم من الدكتوره ساره الحقيقه، واحنا مبسوطين جدا من الموضوع ده as a candidate and as examiner both، يعني both are alike. طيب what's being introduced دلوقتي؟ الكوميونيكيشن. عندنا 2 10-minute communication encounters. يبقى شوف هنبص عليك مرتين في الكوميونيكيشن. These will no longer include a question and answer section with examiners. مش هنسألك حاجة، احنا بس هنتفرج عليك وانت بتتعامل مع العيان، بتسأله وهو بيرد عليك. والعيان زي ما قلت لك ما تفتكرش العيان هيطبطب عليك، لا العيان هيقرفك. العيان هيقرفك قرف غير طبيعي. ويعني طبعا هو ده، بص يا جماعة القصة دي ممكن تحصل مثلا once in a year او مثلا once in a lifetime. يجي لك عيان very difficult which is a nightmare، بس احنا we want to know how you are going to handle this. بتحصل، كلنا شفناها. ال difficult patient او ال angry patient شفناها كتير جدا. فاحنا برضو عايزين نشوف لو انت شفت القصة دي في الامتحان. يعني في ناس يقول لك ايه العيان ما كانش مبسوط يبقى انا كده اكيد سقطت. لا مش شرط ابدا، ممكن العيان ده يبقى angry وفي نفس الوقت العيان ده آه يعني يكون هو بس بيمثل عليك. مش شرط ان هو representing ان انت بتسأل اسئله غلط او انت ضايقته. هو اصلا جاي متضايق، خدت بال حضرتك؟ فهتعمل ايه يعني؟ هتطرده تقول له لا مع السلامه انا مش هقدر اشوفك، روح شوف دكتور تاني؟ واحنا شفناها دي، شفنا بعض الدكاتره بيعملوا كده، يقول لك خلاص انا sorry يا نيرس give him back the money. مفيش الكلام ده طبعا. Instead the encounter will be judged on observation alone، فلازم تمسك أعصاب. Consultation بقى 20-minute consultation will assist candidate across all 7 skills in a realistic and integrated manner. Candidates will have 15 minutes to take a structured history exam and the patient and explain the likely diagnosis and management and address any questions or concerns raised. There will then be a 5-minute question. يعني شوف بعد ما تخلص خالص
كأنك انت شفت العيان في العياده وعملت له اكزامينيشن، قلت له الدايجنوزس بتاعك احتمال هيكون كده، واحنا هنعمل شويه اختبارات والنتائج، والعيان هيقول لك طب ايه البوسيبيليتيز اللي عندي، وطب انا هموت ولا هعيش، طب الدنيا هتبقى ازاي، وتقعد تتكلم معاه كل ده في 15 دقيقه. وبعد ما تخلص 15 دقيقه دي، او ممكن حتى وانت بتتكلم مع العيان هنوقفك بقى نقول لك خلاص اوكي ستوب، تعالى بقى ايه نسالك وتسال وتجاوب لنا. هنسالك بقى طبعا كلينيكال على الحاله، وهنسالك على الباك جراوند نوليدج، وبرضه لازم تكون عندك الاجابات. يعني دي طبعا احنا متاكدين منها لان انت عديت بارت 1 وبارت 2، فما فيش مشكله. بس هي how to handle this in real practice هو اللي انت you have to reassure the examiners that you are actually doing this and you have done it before. So this will be done in 5-minute question and answer section with the examiner. طبعا خلي بالك language is very important في الحتة دي، لأن احنا شفنا ناس كتير قوي بيجوا لنا مخلصين MRCP ويجي يقعد مع العيان الإنجليزي ما يعرفش يفهم منه، والعيان ما يعرفش يبقى مش فاهمه، يعني هيبقى فيه لخبطة. Encounter sequencing across the carousel. The new carousel will alter the sequencing of the encounters through the carousel. Some stations will include physical examination and communication encounters. This will ensure that examiners at each station contribute more judgment in each of the skills for each candidate, improving the reliability of the exam. يبقى ما تجيش بعد كده تقول ايه والله يا جماعه الانجليز دولت بيضطهدوني وعلشان اسمي مش عارف ايه هم سقطوني. لا، هو دلوقتي خلاص القصه كلها بقينا ان احنا عندنا very clear assessment، والاسسمنت دي واضحه جدا ومفيش فيها unfairness. يعني هو دلوقتي الاكزام بقى فير. يعني انت دلوقتي تعمل حسابك هتدخل على ايه؟ هتدخل على الريسبيراتوري والكوميونيكيشن. respiratory communication دي station 1، station 2 consultation، station 3 cardiology neurology، station 4 abdominal communication، station 5 consultation. طيب دلوقتي الستيشن ستيشن 1 اللي هي الكوميونيكيشن في 2024 بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا دلوقتي هدخل عندي 10 دقائق كوميونيكيشن واخلصهم. زي ما احنا قلنا الكوميونيكيشن ما فيهاش اسئله، انت هتفضل تعمل كوميونيكيشن وخلاص، والاكزامينر هيفضل يكتب الايه الاسسمنت بتاعته وهو بيبص عليه. وبعدين تدخل على الريسبيراتوري اكزامينيشن، كلينيكال اكزام عادي خالص، بتعمل اكزامينيشن ريسبيراتوري سيستم وبتخلص في 6 دقائق، والاكزامينر يسالك في 4 دقائق. الكونسلتيشن 20 دقيقة كاملة، هيستوري وفيزيكال واسسمنت وبلان ومانجمنت وانفستيجيشن. وطبعا هتخلص 15 دقيقة. الاكزامينرز الاثنين اكزامينرز هيوقفوك عند 15 دقيقة ويقول لك تعالى بقى نسألك ونشوف انت ايه بتفكر ازاي. ده حضرتك برضو الايه الكونسلتيشن ده، الكلام ده حضرتك هيبقى في ستيشن 2 وفي ستيشن 5. ستيشن 3 cardiovascular neurology زي ستيشن 1 respiratory، نفس الكلينيكال اكزام 6 و4، والكوميونيكيشن 10 زي ستيشن 1، وبعدين الابدومينال زيهم. يبقى الموضوع بقى سهل جدا يا جماعه، انا شايف بصراحه الموضوع سهل جدا. example of written instruction، قبل ما تدخل للحاله بيدي لك written instructions عشان تفكر وانت قاعد مستني فين في ال5 minute station، ال5 minutes break اللي هي بين الستيشنز. فمثلا ده example كده بيقول لك this 45-year-old woman is thought to have a heart murmur. She is short of breath on exercise. Please palpate and auscultate her heart and tell the examiners what signs you find and discuss your proposed management. طبعا هتعمل بقى ايه اسسمنت لايه كارديوفاسكولار اكزامينيشن بكل الستبس، وهنبتدي نبص عليك بتعمل ايه الستبس، وهنشوف بقى نعمل اسسمنت للايه للستبس دي. هنشوف الاكزام انت بتعمل اكزام صح ولا غلط. هي كلمه بقى اكزام صح ولا غلط هي دي بقى المشكله. يعني المشكله كلها يا جماعه هي عباره عن حاجات الرويال كوليج طالباها. فانت ما تقوليش والله انا بشتغل بالشكل ده والدنيا ماشيه معايا حلو، لا انا عايزك تمشي بالظبط زي ما احنا قايلين لك. يعني خلي بالك اللي ما عندوش خلفيه عن الانجليز يا جماعه سيستم اورينتد، عندهم نظام في كل حاجه. يعني انت شوف الانجليزي بياكل ازاي، احنا بندخل على طول اضرب في السندوتش وحط الطحينه كل على طول تمام. لا ما عندناش الكلام ده في انجلترا. الانجليز حضرتك الدكتور اسامه لو سمحت تعمل ميوت علشان الصوت بيلغوش على الباقي.
فحضرتك الانجليز لا، السيستم بتاعهم مش كده خالص. الانجليز سيادتك عايز سيستم، عايز نظام. فلازم النظام ده هو اللي يكون التارجت بتاعك. ليه بقى؟ لانه انت دلوقتي داخل الرويال كوليج، يعني هتبقى ممبر اوف ذا رويال كوليج. خلي بالك انت دلوقتي مش بتاخد شهاده مثلا يقول لك امريكان بورد، ولا الزماله المصريه، ولا الزماله البورد العربي، ولا مش عارف الكندي. لا، انت بتبقى ريليتد للرويال كوليج، يعني ممبر شيب اوف ذا رويال كوليج، زي كده نادي بتدخل فيه. فانت لما تدخل في النادي ده لازم تبقى زي اللي ما هم طالبينك تدخل، تبقى عامل ازاي. فلازم يبقى في عندك اورثودوكس ميثودولوجي في الاكزامينيشن، بالطريقه اللي بتاعتهم. مش تقول لي طب انا بكشف كده وانا استاذ في الجامعه. يا سيدي انت استاذ في جامعتك، طب خلاص انت رايح بقى تمتحن عندهم ليه؟ يبقى هو يا جماعه انت دلوقتي تمشي على مزاجهم هم، تمام. فاحنا هو ده اللي احنا هنأكد عليه في الكورس، ازاي تقدر تاخد السكيلز المطلوبه ان انت تروح للامتحان وتنجح. انا عايز بالظبط ادربكم ازاي انت تعمل فيزيكال اكزامينشن بالطريقه اللي الرويال كولج طالباها. يعني مش هي عمليه الاكزام اللي انت اتعلمتها في الميديكال سكول، تمام. حتى الطالب الانجليزي برضو ما بيبقاش متدرب بالشكل اللي احنا عايزينه، لانها different colleges، تمام. فاحنا عايزين حاجه معينه في الرويال كولج. بالاضافه الى ان انت بقى ايه الفايندنجز بتاعتك هنا بقى، دي برضو لازم تتدرب عليها، ان انت الفايندنجز تطلعها ازاي، بالاضافه الى الاذر 7 skills. فاحنا دلوقتي station 1 and 4 communication. The communication encounters aim to assess your ability to guide and organize the interview with the subject who may be a patient, relative, or surrogate such as a healthcare worker. وطبعا ده بيبقى متدرب تدريب مهم جدا، والاكزامينرز بيقعدوا معاه بيعملوا حاجه اسمها calibration. يعني ايه calibration؟ يعني انا بقعد مع السيرجت ده قبل ما يدخل الامتحان، قبل ما يدخل الستيشن، وبشوف هو فعلا ايه الاسئله اللي هيسالها للكانديديت، ولو الكانديديت ساله السؤال ده يجاوب عليه ازاي، علشان نبقى ايه كلنا متفقين. يعني اوعى تفتكر ان احنا بنسيب السيرجت كده لوحده، لا طبعا بنديله بالظبط هيقول ايه وهيرد ازاي، وبنعمل كاليبريشن. ولو حاجه انفير هنشيلها. يعني اوعى تفتكر ان احنا هنحط لك حاجه عويصه، لا، هنحط لك عيان بالظبط زي اللي بيجي في الNHS. Explain clinical information, apply clinical knowledge, including knowledge of ethics to the management of the case or situation. ودي بقى حتة مهمة جدا. مطلوب منك انك تعرف الاثكس وتعرف القوانين بتاعت انجلترا، ودي برضو هنقولها لكم في الكورس. ليه؟ لان مهم جدا امتى العيان ده ما يسوقش، امتى العيان ده ما يروحش الشغل، امتى العيان ده، يعني الحاجات دي كلها مطلوبة منك انك تعرفها. مش هتقول له لا انا ده مش موضوعي، تروح بقى اسأل المحامي على الموضوع ده. لا، انت الدكتور اللي بتحدد. provide emotional support. وهنا دي بقى اهم نقطة، اللي هي ازاي انت تقدر تاخد العيان في صفك
ماشي. معلش, we are very sorry for what happened. It's just a communication problem. We are back. احنا كنا بنتكلم حضرتك على ال communication encounters to assist the ability to guide and organize the interview with the subject who may be a patient, relative, or surrogate such as a healthcare worker. زي ما قلنا بنعمل calibration. You have to provide the emotional support to the patient or to the surrogate and treat the patient with dignity and respect. فده طبعا مهم جدا يا جماعه اللي بيحصل لل stations. Station 1 and 4 communication features written instructions for the case are given to the candidate 5-minute interval before this station, and 10 minutes are allowed for the patient interaction. There will be no candidate interaction, and marks will be based on examiner observation alone. يبقى ما فيش عندنا اسئله في الكوميونيكيشن. خدت بالك؟ هتفرج عليك as an examiner. Clinical system examination: station 1 respiratory system, station 3 cardiac and neurological, station 4 abdominal examination. يبقى انا عندي respiratory والabdominal بيبقى معاهم communication, والstation 3 اللي هي الكارديوفاسكولار neurological. These are known as physical examination encounters. Emphasis on these stations is a demonstration of comprehensive and correct physical examination technique, ability to detect physical signs, ability to construct a differential diagnosis, ability to suggest sensible and appropriate treatment and investigation plans, ability to treat a patient with dignity and respect. Before seeing each case, you will receive written instruction as to what is required. For example, مثلا هيجي يقول لك this 45-year-old woman is short of breath on exercise. Please examine her cardiovascular system. طبعا هنا الحته دي بقى مهمه جدا ان انت ال 10 minutes تقضيهم صح. هتاخد 6 دقائق هتبتدي تعمل فيها اكزامينيشن العيان، وبعدين تجهز نفسك خلال 6 دقائق دي علشان الاكزامينرز هيبتدوا يسالوك في الاربع دقائق الفاضله من الامتحان. You will be expected to differentiate normal from abnormal findings. دي مهمة جدا هنتدرب عليها يا جماعة ازاي normal وازاي abnormal findings. Examiner and candidates are reminded that the inclusion of a patient with no abnormal findings is permissible. يعني ممكن اقول لك مثلا examine the abdomen والabdomen دي completely normal، او examine the heart والheart ده completely normal. فخلي بالك مش لازم تقعد تدور على ساينز وتلخبط الدنيا وتقول العيان ده عنده هيباتوميجالي وهو ما عندوش هيباتوميجالي، دي هتبقى مصيبة بالنسبة لك. الستيشنز بقى 2 and 5 اللي هم الكونسلتيشن دولت ال 20 دقيقة. فال 20 دقيقة دي لازم تقسمهم صح. هتعمل ايه؟ هتعمل هيستوري فيزيكال اكزامينيشن وتعمل اسسمنت وبلان ودسكشن مع البيشنت. كل ده هتعمله في خلال 15 دقيقة، وبعدين الاكزامينرز يبتدي يسألوك في 5 دقايق. On some occasion the history will be delivered by a surrogate. ليه؟ العيان مش قادر يتكلم. عيان مثلا عنده مشكله مش عارف يتكلم، هينجيب لك سيرجت، تمام، هنجيب لك ابن العيان، هنجيب لك حد من قرايبه، وده بيحصل في الريال لايف مش كده؟ مش بيجي العيان بيبقى قاعد على ويل شير مثلا وانت بتسال واللي يرد هو الريلاتيفز. فاحنا برضو بنعمل لك القصه دي. Alternatively the patient may provide the history. One of these stations is likely to be a patient with an acute presentation. وهنا بقى دي مهمة جدا. يعني ايه الاكيوت presentation؟ ممكن مثلا acute myocardial infarction، acute asthma، ولازم انت you have to manage accordingly. طيب station 2 and 5 اللي هي الconsultation بيبقى فيه written instruction for the case, usually in the form of short note or referral letter given to the candidate during the 5-minute interval before this station. For each case, 20 minutes are given with each patient to take a detailed history, carry out relevant examination, and respond to the patient's concern. 15 minutes will be allowed for history taking, examination, and discussion with the patient, followed by a 5-minute question and answer with the lead examiner. طيب هنعمل اسسمنت ازاي؟ السيفن سكيلز ايه هم السيفن سكيلز اللي انا بدور عليهم؟ مهمين جدا يا جماعه ان احنا نعرفهم ونتدرب عليهم، وهو ده اللي هنعمله في الكورس. هتتدرب في الكورس على السيفن سكيلز اللي انت هتمتحنهم. يبقى السيفن سكيلز دي تضمنهم في جيبك وانت داخل خلاص. يبقى هي دي المشكله، ان انا ما ادخلش وانا لسه مش عارف انا هيمتحنوني ازاي. طب السكيل دي انا لو اتفرجت فيديوهات على اليوتيوب او مثلا قريت كتب هعرف اتعلم السكيلز؟ لازم حد يوريك بايده. احنا هنعمل كده في الكورس يا جماعه. هناخد الكانديديت ونوريه بايده، يعني ريال لايف. هنجيب العيان ونقعده قدامك ونقول لك تعالى يلا واشتغل، وانت ايه اللي عملته غلط وايه اللي عملته صح، وتشتغل كده زي بالظبط
مدارس تعليم القياده. يعني انت بتدخل علشان تتعلم مع ايه، انت ممكن تروح تمتحن الرخصه من غير ما تاخد كورس تعليم قياده، صح؟ بس لو انت خدت الكورس بتاع تعليم القياده وواحد جه قال لك بالظبط تسوق ازاي وكده هتنجح. فهي الفكره كلها يا جماعه في التدريب، training makes perfect. فانا السيفن سكيلز دي مهم جدا ان احنا نتدرب عليهم في الكورس. وبعدين different numbers and combination of skills assist at different encounters. طبعا هنقول لكم ايه السكيلز دي، سهله دي تقدر تعرفها انت. 3 point marking scale اللي هي 0 1 و 2، واحنا طبعا عايزين كلنا ناخد 2 يا ريت. no overall judgment mark required. طيب ايه هم السكيلز؟ اول سكيل فيزيكال اكزام، يعني ايه، ازاي هتعمل اكزامينيشن للبيشنت، تمام؟ ده يا جماعه مهم جدا ان انت تعمل اكزامينيشن بالظبط زي ما الرويال كوليج عايزاك. طيب رقم اثنين identifying physical signs، يعني انت دلوقتي عملت الاكزامينيشن صح، دي سهله دي، انا ممكن اعلمها لاي حد حتى لو ما كانش دكتور، اقول له ايه تعمل كده وتوطي كده وتحط ايدك كده سهله دي، تمام؟ هيمثل ان هو بيعمل اكزامينيشن بالظبط. طيب ايدنتيفاي الفيزيكال ساينس بقى، لا دي عايزه دكتور بقى عشان تطلع لي الليفر قد ايه، السبلين قد ايه، المرمر ده نوعه ايه، التشيست فيه ايه، الليمف نودز عامله ازاي، الجويتر قد ايه، الحاجات دي كلها طبعا محتاجه تدريب، واحنا هنجيب لكم في الكورس جميع الحالات المتوقعه في الامتحان، تمام؟ وندربكم ازاي تشوفوا الفايندنجز دي وتقدمها ازاي للاكزامنر. كلينيكال كوميونيكيشن ده طبعا برضو مشكله كبيره جدا للساده الانترناشونال اللي احنا بنديهم الكورس. الكلينيكال كوميونيكيشن طبعا يا جماعه مهم قوي، ومحتاج اتصور انا الحقيقه في الكورسات اللي فاتت ما كنتش بركز على الكلينيكال كوميونيكيشن، متخيل يعني الكوميونيكيشن دي مش محتاجه فن يعني. اكتشفت ان هي بصراحه موضوع كبير جدا، وناس كتيره قوي ما بتعرفش تعمل كلينيكال، استغربت بصراحه يعني I'm surprised. بس برضه هندربكم ازاي تعملوا كلينيكال كوميونيكيشن. differential diagnosis، الحقيقه انتوا كلكم شاطرين ويعني ما هياش بيج ديل يعني. انا هحفظك ايه هو الديفرنشال دايجنوز على طول، يعني يجي لك مثلا حاله تك 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 الديفرنشال دايجنوز بتاعها، فدي سهله دي. الكلينيكال جادجمنت طبعا دي بقى محتاجه خبره، يعني محتاجه خبره شويه، لكن برضو هنبتدي نعمل مع بعض كده كلينيكال جادجمنت ازاي ان انت to select the appropriate investigation treatment of the patient that candidate has personally clinical assist apply clinical knowledge including knowledge of law and ethics. هي دي بقى الحته اللي احنا عايزين ايه نركز عليها، وانا بصراحه هنا انا بقولها لكم بمنتهى الوضوح، الحته دي للاسف الشديد international candidates they lack this part. Unfortunately, and they lack this part and it makes me upset and makes me nervous. يعني انت as a consultant trained مثلا in a certain location وجيت اشتغلت في الميدل ايست هتعصب على الكانديديتس اللي هم يعني الهاوس ستاف، يعني اللي هم الريزيدنت والريجسترارز. ليه؟ لان هم بيشتغلوا بطريقه مختلفه خالص هناك. فاحنا عايزين نوصل للكلينيكال جادجمنت بتاعتنا بالاضافه الى الاثكس واللو اللي احنا عارفينها، او مش اللي احنا عارفينها، اللي هي الرويال كوليج عايزاها يعني. managing patient concern، الحقيقه كلكم شاطرين في الحته دي، يعني بتجاوب على الاجابات بالطريقه الصح، بس برضو هنقول لكم على حاجات معينه بتسالها الرويال كوليج، والعيان الانجليزي بيبقى ايه particular about it، فبرضه دي هنعملها لكم في الكورس. maintaining patient welfare طبعا دي بقت goes without saying، وانتم كلكم بصراحه شاطرين في الويلفير ده. طبعا ده بس في الامتحان، انما في الحقيقه في الحقيقه بتعملوا حاجات صعبه جدا يعني، لكن ان شاء الله باذن الله تبقى مشكله. طب ايه what's being tested different numbers and combination of skills are assessed at each encounter. عندك هنا بص هي الايه ال7 سكيلز اللي هم A B C D E F G 7 سكيلز. فانت في كل ستيشن احنا از ان اكزامينر بنعمل اسسمنت، بركز انا على الحاجات اللي قدامي وبدي المارك. لازم انت از كانديديت تعدي كل الماركس في كل الستيشنز، وكل ستيشن ليها certain ايه physical signs، تمام؟ سكيل ايه اللي هي الفيزيكال اكزامينيشن، هتعمل اكزامينيشن ازاي، وخلي بالك في الفيزيكال اكزامينيشن انا ماليش دعوه از ان اكزامينر، انا بشوفك انت بتمثل ازاي بالظبط، بتقرب العيان ازاي، بتحط ايدك فين، بتحط السماعه ازاي، بتعمل ايه يعني ده انا بشوفك انت وبعمل، ماليش دعوه بقى انت لقيت ايه، ده سكيل ايه. سكيل بي اللي هو انا بقى اشوف انت لقيت ايه، لقيت حاجه صح ولا بتالف، يعني لقيت فيه فعلا ليفر وهيباتوميجالي ولا ما فيش فيه سبلينوميجالي، ولا انت بتستكشف فيه ماس ولا ما فيش.
في اورتيك انيوريزم ولا ما فيش. الحاجات دي كلها يا جماعه مهمه جدا في سكيل بي. سكيل سي كلينيكال كوميونيكيشن، هنا بقى دي المشكله اللي هي ايه clinical history relevant to the patient complaints in a systematic and thorough, fluent and professional manner. Explain relevant clinical information in an accurate, clear, structured, comprehensive, fluent and professional manner. وهي دي بقى اللي احنا هنركز عليها برضو في الكورس، لان برضو لقيت ان في ناس كتير، انا بصراحه انا بقولها لكم بمنتهى الامانه this is very surprising to me ان انت مش عارف تعمل كوميونيكيشن مع العيان. معلش احنا هنعلمكم ازاي كوميونيكيشن according to the requirements of the Royal College. سكيل سي اللي هي الكوميونيكيشن دي بتبقى موجوده في ستيشن 1 و2 و4 و5، فمعناها انها سكيل مهمه جدا. و during pre-cycle calibration it's important that the scenario is rehearsed with the surrogate. دي بقى بنسميها الكاليبريشن، اللي هو الاكزامينرز يقعد مع السيرجت ونقعد نفهمه هيسأل ايه، ولو الكانديد قال له كده يجاوب له ايه، وبنعلمه يعني. كلها يا جماعه بتبقى فير، ما تتوقعش ان السيرجت ده هيألف حاجه احنا مش عارفينها. Ensure surrogate patient can answer any questions the candidate is likely to ask. ده بالنسبه للاكزامينرز. سكيل دي بقى اللي هي differential diagnosis، طبعا انتوا شاطرين فيها، بس برضو هنقول لكم ايه الديفرنشال diagnosis اللي هي عشان تبقى جاهز، يعني مش هتقعد تفكر في الامتحان، مفيش وقت تفكر. فاحنا هنخليك سيستم جاهز بحيث ان انت ايه لو هتدخل الحاله على طول هتقول الديفرنشال diagnosis. Clinical judgment: select or negotiate sensible and appropriate management plan for patient relative or clinical situations. Select appropriate investigations or treatment for a patient that the candidate has personally clinically assessed, and apply clinical knowledge including knowledge of law and ethics to the case. E اللي هي can apply clinical knowledge including knowledge of law and ethics where relevant to the case, understanding of physical science, investigation management, solve clinical problems. F اللي هي managing patient concern. طبعا لازم تجاوب على كل الاسئله، ولاحظ ان العيان احيانا او السيرجت بيبقى اجريسيف شويه في السكيل اف. السكيل جي اللي هو maintaining patient welfare، دي بقى طبعا انت مش عارف السكيل جي دي موجوده في كل الستيشنز، فطبعا ده لازم تتعامل مع العيان الانجليزي بمنتهى الحنيه ومنتهى انتوا مش شاطرين في الحته دي يعني في الامتحان بتمثله حلو قوي في الموضوع دي وتمسك اعصابك، يعني سياسه ضبط النفس. يبقى هنا طبعا السكيل جي اللي هي warning unsuccessful mark should be uncommon. ودي طبعا ما بتحصلش، يعني ما بتحصلش لانه لازم هنعمل كونسلنج، لازم المارك كونسلنج لوزنج، لازم نقعد ونقول ليه اللي حصل وايه، ولازم نعمل محضر بالقصه انسيدنت ريبورت. يعني مش معقول ابدا نسقط الكانديد وبدون سبب يعني. فحته بقى كان زمان يا جماعه يقول لك انا رحت امتحنت في انجلترا والناس دول ظالمين والظلمه وهم يعني مضطهديني. لا ما فيش الكلام ده خلاص. انت دلوقتي يعني بص 5 ستيشنز 10 اكزامينرز، كل ستيشن فيها 2 اكزام، مش معقوله كلهم هيتفقوا عليك يعني. دي هتبقى كونسبيرسي. يبقى في الحاله زي دي انت عندك بارانويا ولازم you have to seek a psychiatric help. ف this is very fair exam where it requires preparation, where this preparation is based on how often you have done this. يعني في جماعه ناس دخلوا الام ار سي بي وهم عمرهم ما شافوا عيان، ذاكروا بارت 1 وذاكروا بارت 2 وجم يدخلوا البيسز. طبعا احنا واضح ان هو عمره ما اشتغل قبل كده. فالجماعه اللي اشتغلوا بيسقطوا ليه؟ علشان هم بيعملوا حاجات مختلفه عن المطلوبه في الرويال كوليج، وهو ده الهدف من الكورسات اللي هي بتاعت الايه البيسز. Examiners must manage time to assess all skills. وطبعا time هنا is very important بالنسبة للexaminers. المارك scheme you will be assessed by 10 examiners, 2 at each of the station. يعني for each of the 8 encounters they will complete a mark sheet assessing combination of skills. عشان الموضوع يبقى fair هندي درجة 2 1 border line 0 unsatisfactory. لو خدت أي 0 يبقى إيه next exam. تمام. Examiners will view the patient at all 5 stations to establish the criteria for satisfactory grade, and this is known as calibration. يعني احنا بنيجي قبل الامتحان ندخل نشوف العيان، نشوف الفيزيكال ساينس، نتاكد من كل حاجه. يعني انا بيجي لي اللجنه بتقدم لي الورق مكتوب
طيب انا ايش عرفني؟ ما يمكن اللي عمل القصه دي ملخبط شويه. طبعا بيبقوا كونسلتنت وهم تراستبل وكل حاجه، بس برضو فور ذا سيك اوف فيرنس لازم نشوف العيان ولازم نعمل اكزامينيشن ونتفق على كل حاجه، دي بنسميها كاليبريشن. تعالى بقى نشوف الدرجات. الدرجات زي ما قلت لكم، انت عندك كام؟ عندك 8. 8 في 2 ب 16، 16 درجة لكل اكزامنر، يبقى التوتال 32 درجة. 32 درجة. احنا عندنا 8 عيانين، 8 عيانين في ايه؟ في 5 ستيشن. تمام. التوتال 32 درجة، اللي هي ايه السكيل دي، اللي هي السكيل اخر سكيل، الجي سكيل جي 32 درجه. تمام. وكمان الكلينيكال جادجمنت 32 درجه، فده الفول مارك. لو انت خدت 32 درجه يبقى ده الفول مارك. تمام. بالنسبه بقى حضرتك للبقيه، على حسب العيانين اللي انت ايه بتشوفه. التوتال مارك 168. طب تعالى بقى نشوف ايه اللي حصل ايه. لما جينا بصينا بقى على النتائج، النتائج يا جماعة غريبة جدا. يعني زي ما انت شايف كده النتائج، زي ما انت شايف النتائج. بص حضرتك، الوايت اليو كي ترينيز والوايت خدوا ايه؟ خدوا 74، يعني ثلاث ارباع اللي دخلوا وايت ويو كي ترينيز عدوا. طب اللي ما عدوش اللي هم مين بقى؟ اللي هم البامي كانديديتس والانترناشونال سنترز. تمام. طب ليه يعني؟ هو البلاك والايجيان والناس دي، يعني الاذر ماينورتي جروب، الاثنيك جروبس دولت، اشمعنى يعني؟ اشمعنى الوايت هو اللي بيعدي؟ ما فيش يا جماعه، ما فيش ديسكريميشن. هو لو كان في ديسكريميشن الرويال كويش مش هتطلع لك الستاتستكس بالشكل ده. تمام. هي يمكن تكون ليها علاقه بالكالتشر، بالكالتشر او بالثقافه او بالهاو تو اندرستاند ذا بيشنت. تمام. طيب اول كانديديتس لقينا برضو ايه الدرجات زي ما انت شايف. يعني بص البيك اللي هو الميديان بتاعنا، طبعا دي ما هياش نورمال ديستريبيوشن كيرف، بس هو الميديان بتاعنا مختلف. يعني ده الميديان هنا هو 123، انما عندنا هنا البيك 140. دي حاجه كويسه جدا. بالنسبة حضرتك للسكيلز، ايه بقى السكيلز اللي بتسقطوا فيها؟ identifying physical signs هي اقل سكيل. يعني انت تيجي تقول مثلا عيان ده عنده هيباتوميجري، هو ما عندوش، عنده سبليم، اما انت برضو اندر ذا ستريس اوف ذا اكزام بتلخبط. فدي اكتر صعب. بص بقى السكيل جي اللي هي بتاعت الويلفير، كله يا باشا جايبين 100%، كله معديها. طبعا اكيد في الاكزام يعني هتمثل وهتضرب الحته دي، بس بالنسبه للفيزيكال ساينس برضو كله معديها. احنا عندنا بقى الفايندنجز هي اللي بتحصل فيها مشكله، وعشان كده احنا هنركز عليها في الكورس. كمان هنركز في الكورس على الكلينيكال كوميونيكيشن، ودي كانت بصراحه بقى الايه المفاجاه بالنسبه لي، انه البيشنت كونسيرنز والكلينيكال كوميونيكيشن الحقيقه ما جابوش فيها الكانديديتس حاجات واضحه. تمام. بالنسبه بقى حضرتك للباس ريت، احنا عندنا اليو كي ترينيز تقريبا فوق ال 50، يعني ما بين ال 50 وال 60، يعني حوالي 55%، 58%. بالنسبه للاذر كانديديتس انترناشونال سنترز بتبقى 46%، حاجه كويسه برضو يا جماعه. يعني احنا كنا فاكرينها بصراحه 30% او 20%، طلعت اهي 40% انترناشونال وتقريبا 55 او 58 في اليو كي ترينيز. بالنسبه بقى للباس ريت اند performance by gender and ethnicity for some unknown reason، الوايت هم اللي معديين، الوايت معديين. البلاك والايشن minority ethnic groups are less likely to pass. I don't know why, but maybe it's because of culture. بالنسبه للاكزام ديتس يا جماعه، اللي عايز يسجل يلحق يسجل. ها، خلي بالك الاكزام ديتس عندنا الايجيبت اخر ميعاد للتقديم. هو طبعا دلوقتي اخر ميعاد للتقديم تقريبا بكره ولا بعد بكره. يوم 19 فبراير، احنا النهارده 17، يعني فاضل يومين. فطبعا ايه ده كده خلصنا في الدايت دي. آه، ده بتاعت 23 الامتحان اللي هو بعد ده، الامتحان اللي هو بعد بكره. انما بالنسبه للامتحان الجاي اخر ميعاد للتقديم الاكزام ديت 24 فيرست، ده فبراير، 1 فبراير عدى برضه خلاص. التاني بقى اللي هو 25 مايو، من 25 30 مايو ده ممكن تدخلوا فيه، بس هو التقديم بتاعه هيخلص بعد بكره.
فده اللي هو 30 50 واحد. التالت بقى اللي لسه ما تقدمش. حته بقى الفيز يا جماعه، برضو دي مشكله كبيره، ما اعرفش انتوا هتعملوا ايه فيها عشان التحويل، بس في طريقه يعني. طبعا هنا الميد بلس اكاديمي هتساعدكم في الموضوع ده. بالنسبه لليو كي ديتس، زي ما انتم شايفين كده، الابلكيشن اوبن 13 نوفمبر خلص، 25 مارس وهيقفل 1 ابريل، ده ممكن تلحقوا فيه. والثالث هيبقى 22 جولاي ويقفل 29 جولاي، ده ليت سبتمبر. طيب international application dates زي ما انتم شايفين كده، اللي ما لحقش بتاعت 26 فبراير دي يلحق في موضوع جون، تمام، اللي هو الدايت 3. ايه بقى الحالات اللي احنا هندربكم عليها دي؟ تقريبا هي الحالات اللي دخلوا الامتحان قبل كده، عارفين ان هي دي الحالات اللي بتنزل في الام ار سي بي. هنوريكم كل الحالات دي على real patient، ونوريكم ازاي how to elicit the science and how to do the 7 skills on these patients. The key points from this exam اللي هو 7 core skills are assist in the PACEs, physical examination, identifying physical signs, clinical communication, differential diagnosis, clinical judgment, and managing patient concern and maintaining patient concern. Preparation is the key to success. يا جماعة لازم تعملوا preparation مظبوط. By failing to prepare you are preparing to fail. يبقى لازم انت تتدرب، ولازم تتدرب صح قبل الامتحان. يبقى ده مهم جدا يا جماعة. احنا الكورس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده 10 ايام، 10 days course، تمام. هبدأ الكورس ازاي؟ احنا طبعا في الموضوع بتاع ال ميد بلس عملنا اجتماع يعني الحقيقه مع اداره ميد بلس اكاديمي. احنا كنا الاول عايزين ايه؟ ندي الكورس بطريقه، مثلا ندي السكيلز بطريقه، يعني مثلا ندي كلينيكال، يعني نجيب حالات ونفرجكم عليها، نوريكم ازاي هتشوف الحاله دي، ازاي هتعمل القصه دي. لقينا بقى ايه؟ ان الموضوع ده مش هينفع. ليه؟ لان معظم الكانديديتس بيبقوا عايزين الامتحان يدخل يتدرب على الامتحان، فاحنا بالظبط هنعمل لكم الامتحان بالظبط exactly like the exam is supposed to be. فهتيجي انت عندك الستيشنز عندنا ستيشن 1 هناخدها في day 1، ستيشن 2 هناخدها في day 2، ستيشن 3 day 3، ستيشن 4 day 4، ستيشن 5 day 5. يبقى انا كده داخل الامتحان، بحيث ان انا لما اروح الامتحان الحقيقي ابقى اتدربت على كل الستيشن، وبعدين اعيد تاني كل الستيشنز دي day 5 و7 و8 و9 و10. يبقى انا كده دخلت بالستيشن مرتين، يعني اكني خدت. يلا تمام. ده حضرتك كل اللي انا عايز اقوله، وبتمنى لكم طبعا جود لك. زي ما انتم شايفين كده، ميد بلس اكاديمي هي بتقدم لنا الكورس ده الحقيقه، وبتوفر لنا جميع الفاسيلتيز علشان نقدر ندي الكورس بطريقه تخليكم ان شاء الله الباس ريت يبقى 100% للناس اللي حضروا الكورس. وده الحقيقه اللي احنا اتعودنا عليه في الكورسات اللي قدمناها البيسز قبل كده. فدلوقتي بقى شوفوا ايه بعدين الاسئله. ما حليت يا جهاد، حليت ايوه، التيشيرت. ايوه دكتوره اتفضلي. التيشيرت ما حليت الواجب. الواجب. الورقة طبقت عليك ولا عارفة وين انت اصلا. ايوه دكتور، الواجب بتاع ايه حضرتك؟ دكتوره كانت بتسال على الواجب، بس ما اعرفش انا الحقيقه هي كانت بتقول لي انا ولا بتقول لحد من اولادها، مش عارف. بس انا سمعت سؤال عن الواجب يعني. في حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ Any questions regarding the course? استاذ مصطفى معانا من مع حضرتك يا دكتور. تقدر حضرتك كده تمام، مفيش مشكلة. شكرا لحضرتك. في اي سؤال يعني نجاوب عليه، ولا خلاص الكانديدز كده ما عندهمش. Okay, if there is no further questions, I will end the lecture now. We thank you for attendance. وإن شاء الله we'll see you in the real course.